تحذيرات من تعرض السيادة العراقية للاحتلال والانتهاك أطلقها نائب رئيس الجمهورية نور المالكي خلال الاحتفالية التي أقامتها عشائر الفتلة في ذكرى اندلاع ثورة العشرين. سيادة بلدنا معرضة للاحتلال والانتهاك، استطعنا وبحمد الله إخراج القوات الأجنبية، ويجب أن لا تعود إلى أرضنا أي قوة أجنبية تحكمنا. الحشد الشعبي، هؤلاء الأبطال الذين لقنوا الإرهاب والإرهابيين والدول التي تقف خلفهم، لقنوهم دروسا، وسوف لن يتوقفوا حتى تطهير آخر شبر من أرض العراق. وفيما رفض شيوخ العشائر أي مشروع تقسيمي، يقول آخرون إن إحياء ذكرى ثورة العشرين هو تجديد لعهد الأجداد ودعم للحشد الشعبي. ما يتقسم العراق، هذول هيج، هذول أقل حاجة يشردون، هسه فلوسهم وعيالهم بالخارج والطائرات موجودة، هذول يقدرون يقسمون، اللي يقسم خلي فينا حكي هواء في شبك. شعارنا في ذكرى ثورة الشيخ خالد هو ثورة العشرين توحدنا، فكافة العشائر في ضمن إمارة الفتلة والعشائر في الفرات الأوسط والعشائر العراقية متحالفة للتصدي للعدوان الداعشي ودعم قواتنا الأمنية والحشد الشعبي. وتزامنت الذكرى 95 لانطلاق ثورة العشرين مع الذكرى السنوية الأولى لفتوى الجهاد التي أطلقتها المرجعية في النجف، والتي أدت إلى تراجع نفوذ تنظيم داعش على المحافظات التي سيطر عليها في حزيران الماضي. السومرية، طلال حسن، النجف.